ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس بتخاف تسيح الزبدة وتعمل سمنة في البيت مع انها سهلة جدا جدا. الطريقة دي تنفع مع الزبدة البقري اللي هي بيبقى لونها اصفر او الزبدة الجاموسي. انا هنا هعمل الزبدة الجاموسي اللي هي البيضة. هبتدي احطها في حلة كبيرة وارفعها على النار. زي ما قلت لكم الطريقة دي بنسيح بيها اي نوع زبدة لونها اصفر بتبقى زبدة بقري، زي لورباك كده او زي المراعي او كريستال، بس كريستال وفيرن والحاجات دي بتبقى سمنة زبدة مخلوطة، لكن نقدر نسيح الزبدة بنفس الطريقة بالظبط لو احنا هنعمل الكعكة او الغريبة. تمام. او حتى للطبخ لو احنا هنحول الزبدة لسمنة. بعد ما الزبدة بتسيح، دول تقريبا 3 كيلو من الزبدة، حطيت لهم معلقة كبيرة من الملح، ما نزودش الملح عن كده علشان المرطة بتاعتنا ما تكونش حادقة قوي. بعد ما تغلي هنبتدي نهدي النار، وكل 5 دقايق نقلبها علشان المرطة ما تلزقش تحت وتتحرق. فاحنا كل 5 دقايق كده نقلبها تقليبا، ضروري النار تكون هادية ونسيب السمنة بتاعتنا تستوي حلو. ما نعليش النار، ونخلي بالنا لانها في البداية لما بتسيح وبتبتدي تغلي ممكن تخرج بره الحلة، بيحصل فوران وبتخرج بره الحلة، فنهدي النار وتكون عينينا عليها. في الاول بيبقى شكل الزبدة زي ما احنا شايفين كده كأنه قاطع، او في قطع من اللبن او القشطة. بنسيبها وبنهدي النار وبنقلبها كل 5 دقايق زي ما احنا شايفين. بعد كده بتبتدي السمنة تظهر وتبان وتبتدي تصفى بالشكل ده. في الحالة دي بيبتدي جزء من المرطة يظهر على الوش، وجزء تاني بيستوي تحته وبيبقى لونه ذهبي. أول ما المرطة يبقى لونها ذهبي بالشكل ده، يبقى السمنة بتاعتي خلاص كده استوت. ابتدي أشيلها من على النار على طول، ما استناش لما تغمق عن كده، لأنه هي لسه بعد ما أشيلها من على النار بتاخد حوالي 3 أو 4 دقايق كمان بتستوي وبتغلي. فاحنا نشيلها من على النار على طول أول ما نلاقي المرطة بقى لونها ذهبي فاتح. خلاص كده انا مش هقلبها تاني، انا طفيت النار، ورغم اني طفيت النار زي ما احنا شايفين كده بصوا لسه بتغلي. علشان كده اول ما المرطة بتاعتنا تاخد اللون الذهبي الفاتح والسمنة تصفى بالشكل ده، بعرف ان السمنة بتاعتي كده استوت واخدت التسوية المظبوطة. الطريقة دي هتخلي السمنة تقعد معاكي بره التلاجة لسنة، خزنيها مفيش اي مشكلة خالص. هبتدي اشيل المرطة اللي على الوش، وهسيب السمنة لحد لما تبرد تماما، واسيب المرطة كمان تهدأ وتستقر تحت علشان لما اجي اصفي السمنة بتاعتي تبقى صافية كده وما فيهاش قطع من المرطة. بصوا كل ده بتغلي رغم اني طفيت النار. اول ما المرطة تاخد اللون الذهبي الفاتح هبتدي اطفي على طول النار، كده السمنة بتاعتي هتكون استوت، سواء السمنة دي او الزبدة دي بقري او جاموسي. بعد ما بتبرد بنبتدي نعبيها في برطمانات بالشكل ده. انا بفضل الازاز، لكن على حسب المتاح عندك. لو انتي هتعرفي تصفيها بدون ما تخرج مرطة معانا او فتافيت من المرطة اللي كانت على الوش، مفيش اي مشكلة. ممكن كمان تجيبي مصفى صغيرة وتبتدي تصفي السمنة عن طريقها. بس ضروري نحط طبق تحت البرطمانات عشان لو في اي سمنة وقعت تقع في الطبق. وبرضو ضروري لما نيجي نفضيها في البرطمانات تكون بردت. احنا بنسيبها في الحلة اللي سوينا فيها لحد لما تبرد، يعني تبقى دافية كده، مش باردة ساقعة علشان ما تجمدش، تبقى دافية كده. وبعد كده ابتدي افضيها في البرطمان زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هيتفضل معايا تحت المرطة. اوقات المرطة بتكون مخرزة، بتبقى كده محببة يعني، فاحنا ممكن نعمل حاجة بسيطة كده علشان نرجع المرطة بتاعتنا تكون كريمية وجميلة جدا جدا. انا بحب المرطة دي اكثر فيها بيض، بعد كده بيبقى طعمها خطير. ممكن كمان نضيفها على الجبنة القديمة بتدي طعم حلو جدا جدا. كده خلاص انا فضيت السمنة زي ما احنا شايفين. طيب انا هنا عندي المرطة مخرزة زي برضو ما احنا شايفين، فهجيب الحلة اللي فيها المرطة وهرجعها تاني على النار، واجيب ربع كوباية من المية وابتدي اضيفها على المرطة بالشكل ده. هقلبها هقلب المية مع المرطة بدون ما اضيف اي حاجة تاني خالص. مجرد ما تغلي دقيقة أو دقيقتين هنبص نلاقي التخريزة اللي في المرطة فكت وبقت كريمية معانا. أنا هضيف المرطة كمان اللي شلتها من على الوش
عايزة اقول لكم المرطة اللي شلتها من على الوش دي لو اترفعت على النار تاني هادية هتخرج سمنة تاني. تمام، لكن انا حابة ان المرطة يكون فيها شوية من السمنة، علشان كده ضفتها على المرطة. هقلبهم مع بعض، المية هتخلي لون المرطة يفتح شوية، بس مفيش مشكلة خالص، لكن هي هتفكلي التفريزة وكمان هتخليها كريمية. بصوا بعد ما تغلي بالشكل ده خلاص هشيلها من على النار، ما زودش، يعني تمن كوباية او ربع كوباية من المية. لو حسيت ان هي خفت شوية هسيبها تغلي دقيقة او دقيقتين على النار. هنبص نلاقي المرطة بتاعتنا تقلت واخدت القوام اللي احنا عايزينه. هنا الجزء ده تعاد تاني، اللي هو وش المرطة. وش السمنة اللي انا شلته دي بتبقى مرطة وفيها نسبة من السمنة عالية. زي ما قلتلك تقدري تسيحيها مرة تانية وتخرجي منها سمنة تاني، بس انا حابة المرطة يبقى فيها حبة سمنة كده حلوين، فعلشان كده ضفتها زي ما هي على المرطة. يبقى لما المرطة تكون مخرزة معانا هنضيف لها شوية من المية صغيرين ونرفعها على النار ونقلبها كده، لما تغلي هتفك معانا التخريزة وتبقى زي الفل والكريمية. ممكن نحفظها بره التلاجة تقعد لشهور، هي والسمنة عادي جدا ان احنا نسيبهم بره التلاجة. لكن انا بفضل انه لو عندنا زبدة نسيح مثلا 2-3 كيلو، لما يخلصوا نعمل تاني نسيح تاني، بتكون حلوة جدا والسمنة بتاعتنا ما بتنعمش. عايزة اقول لكم كمان على ملاحظة تانية، انه السمنة الحلوة اللي هي بتاعة شهر طوبة بيكون لونها اصفر مخضر، دي احلى سمنة واطعم سمنة ممكن تجيبوها. الزبدة دي جابتها لي حماتي، ربنا يديها الصحة ويبارك لنا في عمرها. خطيرة وحلوة جدا، زي ما احنا شايفين كده السمنة لونها أصفر مخضر، بتبقى أحلى سمنة وأجمل سمنة بتاعة طوبة، لأنه بتبقى يعني سوري الحيوانات متغذية كويس، فبيبقى السمنة بتاعتها خطيرة زي ما احنا شايفين كده. بعد ما بردت بصوا بتبقى ريحتها خطيرة، وبتبقى مرملة مش مجمدة. حتى لو في الشتاء ما بتبقاش مجمدة، التجميد بتاع التلاجة بتبقى الطبقة اللي تحت بس كده ماسكة نفسها وتقيلة شوية، لكن من فوق بتبقى عاملة زي حبات الرمل بالشكل ده. أحلى وأطعم سمنة ممكن تعملوها، سواء سمنة بقري أو سمنة جاموسي، بنفس الطريقة ممكن نسيحها. فيلا نعمل السمنة بتاعتنا ونجهز الكعك. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد يا أحلى متابعين. باي باي.